العلبه دي ممكن تكون بتصرف عليها فلوس على الفاضي. لو انت بتتمرن وبتاخد بي سي دبل اي عشان تحمي عضلاتك، ممكن اقول لك انت بتتخدع علميا. ايه بقى الحقيقه؟ وهل المكمل ده ليه لازمه فعلا ولا بس ترند؟ انا دكتور محمد صقر، استشاري التغذيه العلاجيه والرياضيه، وهقول لك دلوقتي على كل حاجه علميه، وهقول لك امتى تشتريه وامتى ترميه. اولا، يعني ايه بي سي دبل اي؟ البي سي دبل اي البرانشد تشين امينو اسيد، دي معناها الاحماض الامينيه المتفرعه. دول عباره عن 3 احماض امينيه اساسيه: الليوسين، وده اهمهم، وده المسؤول الرئيسي عن بناء العضلات، الايزوليوسين والفالين. جسمك على فكره ما بيقدرش يصنعهم بنفسه، لازم يجوا من الاكل او المكملات. طب ايه هي مميزات البي سي دبل اي لو اتاخد صح؟ واحد، هو بيقلل الهدم العضلي وقت التمرين الطويل او الصيام. اثنين، بيسرع الاستشفاء العضلي. ثلاثة، بيقلل الارهاق العقلي اثناء التمرين. أربعة، بيحافظ على العضلات في فترات الدايت او الكارديو كتير. خمسة، بيجي بنكهات حلوه فبيخلي الناس تشرب معاه ميه كتير، فدي فايده غير مباشره. طب ايه هي عيوب ومشاكل البي سي دبل اي؟ واحد، سعره عالي بالنسبه لفايدته، خاصه لو انت بتاخد كفايتك من البروتين. اتنين، لو اكلك فيه بروتين كفايه زي اللحوم او البيض او الواي بروتين، مكمل البي سي دبل اي ده مش هيكون له لازمه. ثلاثة، دراسات كتير بتقول ان فايدته محدوده جدا ومش بيزود الضخامه فعليا. أربعة، بعض المنتجات بتكون مضروبه او مش نظيفه. طب ايه هي اشهر الشائعات المنتشره عن البي سي دبل اي وايه تصحيحها؟ الشائعه الاولى، البي سي دبل اي بيكبر العضلات. الحقيقه الكلام ده مش صحيح. البي سي دبل اي بيساعد على تقليل الهدم مش على البناء الضخم. العضله بتحتاج كل الاحماض الامينيه مش 3 بس عشان تكبر. الشائعه الثانيه، لازم اخد بي سي دبل اي قبل وبعد التمرين. الحقيقه لو اكلك فيه بروتين كفايه من البيض واللحمه او الواي بروتين، جسمك بالفعل هو واخد بي سي دبل اي طبيعي، فانت مش محتاج ان انت تاخده من بره كمكمل. ثلاثة، البي سي دبل اي ممكن يتاخد لوحده كبديل للبروتين. الحقيقه ما ينفعش تاخد بي سي دبل اي لوحده، لان فيه 3 احماض امينيه بس، جسمنا بيحتاج 9 احماض امينيه اساسيه كامله، فما ينفعش تعتمد عليه لوحده. الشائعه الرابعه، البي سي دبل اي احسن من الواي. الحقيقه بالعكس، الواي بروتين فيه بي سي دبل اي زائد فيه باقي الاحماض الامينيه الضروريه لبناء العضلات، يعني شامل اكتر. الشائعه الخامسه، البي سي دبل اي لازم كل رياضي ياخده. الحقيقه مش كل الناس بتحتاجه. لو اكلك سليم وفي بروتين كفايه، يبقى كده جسمك مش محتاج ان ياخد البي سي دبل اي كمكمل. ستة، البي سي دبل اي مفيد وقت الصيام. الحقيقه ايوه، ممكن يساعد في تقليل الهدم العضلي لو بتتمرن على معده فاضيه او في صيام طويل، بس مش اساسي لكل الناس. طب مين المفروض ياخد بي سي دبل اي؟ لو انت بتتمرن على معده فاضيه زي وقت الصيام او الصبح بدري، لو اكلك فقير في البروتين ومش قادر توصل لاحتياجاتك اليوميه منه، لو بتعمل كارديو كتير وانت عامل دايت قاسي وبتقلل السعرات، لو انت بتحب طعمه وبيشجعك تشرب ميه اكتر، مفيش مانع منه. نصيحتي كدكتور تغذيه علاجيه ودكتور تغذيه رياضيه، لو اكلك فيه بروتين كفايه وفر فلوسك. لو بتتمرن صايم او عامل لو بتتمرن صايم او عامل دايت شديد، ممكن يفيدك. لو معاك ميزانيه محدوده، استثمر في الواي بروتين او اكل طبيعي متوازن، افضل بكتير. لو استفدت من الفيديو ده، ما تبخلش علينا بلايك ووري اصحابك انك بتفهم علم، واكتب لي في الكومنتات هل جربت البي سي دبل اي قبل كده وهل حسيت منه بفرق. يا ريت تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان الجاي نار، وعايزين نكمل ال 100,000 مشترك قبل نهايه السنه. تحليلات علميه نكون، واشترك في القناه وفعل الجرس عشان اللي جاي نار. هيكون في تحليلات علميه لكل مكمل في السوق ومن غير كلام فاضي. انا دكتور محمد صقر، استشاري التغذيه العلاجيه والرياضيه، وهدفنا هنا تغذيه بعلم مش بكلام ترندات. يومكم جميل.